والله الاهلي ما بص، لو جبت بن شرقي وزيزو ووسام وامام عاشور وتريزيجيه وجراديشار وطاهر محمد، انت خلاص، انت ناقص تجيب كل اللعيبه اللي في مصر وتحطهم في الاهلي، وهتروح هناك برضو هيبقى مفيش مستوى. ليه؟ لان انت اصلا البيز اصلا بتاعنا غلط في مصر. الكوره عندنا في مصر ميته، لا في تنظيم لدوري، ولا في ماتشات بتتلعب في ميعادها، وملاعب زي الزفت، واجواء زي الزفت، مفيش جمهور، وتحكيم زي الزفت، وكل حاجه بايظه، وكل حاجه بايظه. فمستنيين ايه من المنتج يعني عامه؟ انا برضو الكلام ده، ولما الاهلي ياخد افريقيا نقعد نحتفل، ولا ماشي، هو يعني احنا خسرنا افريقيا الماتش اللي هو الاخير بتاع سان داونز ده في اخر دقيقه يعني، بس لو كنا وصلنا النهائي كان ممكن برضو الاهلي يلعب بيراميدز ويكسبه، وكنا هنقعد نقول برضو ونفرح ونزيد وكده، وان احنا بنفرح على ايه يا جدعان؟ افريقيا زمان كانت صعبه، كان ليها طعم لما كان لسه الاحتراف مش قد كده، وكان لسه في لعيبه جامده في افريقيا وبتاع. انما الترجي لا بقى الترجي، ولا الوداد هو الوداد، ولا سان داونز هو سان داونز، ولا الكلام ده كله، ولا الكلام ده كله. وبعدين انت نادي بيراميدز هو ما شاء الله النادي يعني عنده شويه كوره، اول ما لعب سان داونز اللي هو النادي سان داونز الجماهيري وبيراميدز اللي مش جماهيري كسبوا وخد البطوله. فده يوريك يعني ان سان داونز ما كانش بعبع. والاهلي لما بيروح كاس العالم للانديه ده، والله لو رايح بكل لعيبه مصر ما هيعرف يعمل نقلتين ثلاثه.